السلام عليكم الخوت. المهم هذا هو الفيديو ديال كاع الناس اللي بغاو يدخلوا للجروب ديال الواتساب اللي كنعطي الناس فيه شنو يطبقوا يوميا. حيت الا بغيتي تهضر بالونجلي بالزربه بلا قواعد بلا ترجمه راه خاصك يوميا. الا كنتي غادي دير غير كل سيمانه بلا ما دير اوكي، خاصك ضروري يوميا. الحاجه الثانيه هي انك غادي تتبع معايا هاد الحصه هادي، نحاول نديرها بالزربه، داكشي يكون قصير وما نضيعلكش وقتك. فقط اللاصق ديال اللاصق اللي خاصك تحيد، نعطيك الاخطاء اللي كيوحلوا فيهم الناس دابا. وفي هذا الفيديو غادي نعطيك التطبيق اللي خاصك ضروري تطبق باش تدخل لهاد الجروب. تبع هاد الحصه هذه هي كل شيء، هذه هي 80% من هاد الشيء كامل اللي كنهضروا عليه. اول خطا اللي كيديروا الناس هو انهم كيبقاو واحدين مع القواعد، حفظ هادي حفظ هادي، ترجمه كيترجموا الكلمات الى اخره. وداك الشيء ما نافعش. علاش؟ حيت فاش كتجي تهضر بها كتبقى كتفكر في ديك القواعد اللي حافظ ولا ديك الكلمات، سو كتبقى غير في دماغك. وهذيك ماشي انجليش. الانجليش هي لغه بحال الدارجه، خاصك مع جاتك الفكره راسك تقولها، يعني تكون كتفكر بالونجلي وتكون كتهضر بالونجلي. هذا هو البلان. وديك الشيء باش كنديروه بالطريقه الطبيعيه اللي هضرت عليها. الخطا الثاني هو الرايت انسر مايندسيت، يعني كتظن بان كاين فقط جواب واحد اللي صحيح. خاصك ضروري تجاوب جواب واحد. بحال دابا where are you from خاصك تقول I'm from كذا ضروري، يعني ما يمكنلكش تقول اي حاجه اخرى. بالعكس يمكن لك تقول اي حاجه اخرى، هذيك جايه غير من المدرسه، كيقولوا لنا لا خاصك تجاوب بهذه الطريقه ما تجاوبش بهذه الطريقه. هذا هو البلان. وخاصك هاد البلان هذا الا خليتيه في دماغك بقيتي كتقول لا خاصني نجاوب جواب واحد ويكون صحيح ويكون مقاد، وهذه غتمرض راسك حيت غتليميتي، يعني تحصر راسك في واحد البلان اللي فهمتي. بحال الدارجه دابا، الدارجه كتقول اللي بغيتي، هكا خاصها تكون عندك لونغلي قول اللي بغيتي باش تكون مطلوق وتكون افكتيف. هادشي علاش دابا كنحاول نختصر. اللي بغى داك الشيء بلي ديتاي راه كاين في اللايف اللي كنت درت. الخطا الثالث هو fear of mistakes، يعني كتخاف من انك تغلط. وهذا البلان هذا هو اللي كيخلي بزاف الناس ما يهضروش اصلا، حيت كيخافوا يغلطوا في شي في النطق، ولا يخاف يغلط في كلمات، ولا يخاف يغلط في القواعد. خاصكم تعرفوا بان نيتيف سبيكرز يعني امريكانز ولا بريتش ولا استراليانز ولا كنديانز ولا whatever، المهم اي واحد عنده نيتيف انجلش كيهضر بها راه كيغلط في كاع هادوك البرونسيشن. بزاف الكلمات ما عارفهمش، يقدروا يكونوا ساينتيفيك، يقدروا يكونوا بزاف الحوايج بحال هكا. يعني الكلمات بالضبط وهذه ما تهتمش انك خاصك تعرف كل شيء، فقط تكون عارف شي حوايج، تكون سامع شي حوايج اللي تقدر تهضر بهم. وحيد هذاك الخوف من الاخطاء، حيت خاصك ضروري تغلط. الا ما غلطتيش راه واقع شي مشكل، يعني ضروري خاصك تغلط. وهذا هو اهم حاجه في هادشي كامل. الا ما غلطتيش راك نتبع شي طريق اللي ماشي هي هذيك، راك متبع ديك الحفاظه وديك الشيء. والحفاظه وهذه انساها. واهم حاجه الخوت ديما كنقولها، الا كنتي في شي جروبات ديال القواعد حفظ هذه دير هذه، مخرجوا منهم الخوت، خرج من الجروبات اللي هكاك، خرج من دوك الجروبات فيسبوك اللي كيمرضوك بالترجمه. ترجم ليا هذه، حفظ ليا هذه، الجمل المستعمله اللي كيستعملوها بزاف الناس، هذاك الشيء ما خدامش اكان، حيت كتبقى كتفكر فيه. وواخا يقول لك الواحد لا هذاك غير البديه، ولا ما تبداش بداك الشيء، ما تبداش بالالفابيت، ما تبداش حيت الدارجه ما بديتيهاش بالالفابيت، والدارجه ما قريتيلهاش القواعد ديالها. داك الشيء ما خدامش. اوكي. و نسى الايديا ديال انك تكون كامل، يعني بيرفكت ما كتغلطش. هذه غير نساها، راه ما عمرها غادي تكون. و غادي ندوز لكم واحد الحاجه مهمه، هي انك داك الشيء اللي كتامن على الانجليش. مثلا كتقول ان ما عنديش مع لونجلي صعيبه، لونجلي معقده. هذيك الشيء متفق معاك. الا كنتي كدير القواعد وكنتي كتحفظ الكلمات، شحال كاينه من كلمه، واخا تكون حافظ ديكسيونير راه ما غاديش تهضر بها. واخا تكون عارف الرولز كاملين ديال القواعد راه ما غاتهضرش بها. ولكن ما كيهمش انك تعرف داك الشيء كامل. وإلا قلتي ما عنديش مع لونجلي، واخا تكون انت يمكن لك تهضر بها، ولكن صافي حصرتي راسك، بقيتي كتقول صافي انا ما يمكنليش نهضر. انا كاينين شي ناس كيقدروا يهضروا انا ما كنقدرش. وهذا البلان هذا تا هو حيدو، حيت الا درتي هذا الشيء هذا الطبيعي راه يمكن لك تهضر. ولا تبعتي معنا في الجروب راه يمكن لك تهضر 6 شهور ولا قل، خصوصا انك كنتي متوسط يمكن لك تهضر في قل. خصوصا انك كنتي كتفهم ديجا الناس كيهضروا يعني شويه. مهم راه غادي تولي، حيت عندنا الجروب مقسم لجوج، عندنا intermediate و beginners، يعني المتوسطين والمبتدئين. المتوسطين عندهم داكشي بوحدهم،
ولا بيجينرز ولا المبتدئين عندهم داكشي بوحدهم. وكنديروا في الجروب كنعطيكم شنو ديروا نطبقوا، وكنعطيكم بالنسبه للمتوسطين كنديروا دي زابيل اللي فيهم اسئله ساهلين باش تبقى غير تجاوب دغيا ما تبقاش تفكر في راسك. هذه حاجه اخرى. وكنديروا لي لايف بحال دابا شي كلمات باش ندخلوهم صحه كيلصقوا بلا حفاظه بلا والو، كنديروهم اكشن فوكابولير. تقدروا تدخلوا لاباج تشوفوا هذوك اللي درنا، غنوليو نديروهم ان شاء الله يعني اسرع، ما نبقاوش نطولوا في الفيديوهات بحال لي لايف وديك الشيء. وحاجه اخرى كاينين بوينت اوف فيو ستوريز، كاينين بزاف د الحوايج اللي كنخدموا بهم اللي ما غتلقاهمش في الجروبات اللي كيقول لك خلص، ولا دورات ولا السونطرات ولا داك الشيء، ما غتلقاش بحال هذاك الشيء. يعني هذا الجروب هذا خاص للناس اللي غادي يطبقوا هذا الشيء. اورايت، هادشي اللي كاين. التطبيق ديالنا اللي خاصك ضروري تطبقوه هو لقاو ستيلو. ما كاينش تطبقوه غير في ميساج، غديروه لقاو ستيلو. غادي دير اول حاجه علاش بغيتي تتعلم لونجلي. ما تقولش لي حيتاش لغه عالميه ولا حيتاش كنبغيها ولا غادي تقول لي شنو غادي دير بها. 5 levels why questions، يعني كتسول 5 د المرات، كل سؤال جاوبتيه كتعاود تسول علاش بغيتيه. فهمتوا؟ نعطيكم المثال دغيا علاش بغيتي تخدم ديك الخدمه؟ حيت بغيتي سالير مزيان. علاش بغيتي ديك السالير مزيان؟ باش تعطي مثلا العائله ديالك حياه اللي كريمه الى اخره. وعلاش بغيتي تعطيهم حياتك؟ مثلا حيتاش كتبغيهم وبغيتي توفر لهم داكشي اللي بغاو. يعني خاصك توصل لداكشي انت اللي باغيه من قلبك، وتقدر تطول فيه، تقدر تكتب صفحات، تقدر دير فقره صغيره. مهم ما ديرش ليا غير كلمه ولا غير جمله ما صالحاش. وصيفطهم ليا في السوشيال ميديا كاملين، انجلش بحال الدارجه، كتب انجلش بحال الدارجه فيما بغيتي. عندي انستغرام، عندي فيسبوك اللي هو لاباج، تيك توك صيفط في تويتر حتى هو خدام، يوتيوب. المهم اللي بغيتي كاع السوشيال ميديا خدامين. وكاين حتى واتساب كما قلت. 3 الحوايج: اشبارطاجي هذا الفيديو في السوشيال ميديا، وغدير ليا سكرين شوت وغتصيفطوا ليا فيما بغيتي في السوشيال ميديا كامله، ما كيهمش بريفي. المهم صيفطوا ليا. ثاني حاجه غتصيفط ليا التطبيق هذا اللي قلنا ديال الهدف ديالك. الاهداف يعني يكون علاش سولتي، تكون ورقه وستيلو، يعني خديتي وقت باش نعرف بانك باغي نيشان، ماشي غير باغي تتعلم وصافي. خاصك دير واحد المجهود. ثالث حاجه وانك غادي دير كومونتير، غتقول لي راني طبقت صافي. هادشي اللي كاين. 3 ديال الحوايج. ديك الساعه غادي تجي عندي بريفي في واتساب، وديك الشيء غادي ندخلك على حساب المستوى ديالك، متوسط ولا بطبيعه الحال. المستوى كيكون على حساب واش انت كتعرف تهضر، واش انت كتقدر تسمع. اما النقطه ديال القياس واخا تكون كتجيب 40 على 20 ما كيهمش، ما كيعتبرش انك متوسط. فقط حنا كنشوفوا الهضره ولا السمع. هذا الشيء اللي كنشوفوا. هادشي اللي كاين الخوت. hope you had fun and I did, and I'll catch you next time. Goodbye.